دلوقتي لما بنشوف حد بيكلم نفسه بصوت عالي بنقول عليه مجنون، لكن الحقيقة طلعت غير كده خالص. أهلا بيك في كافي دوز، المكان اللي هتشوف فيه القهوة والتحفيز والوعي. ليه بقى تكلم نفسك بصوت عالي؟ كلامك مع نفسك بصوت عالي مش جنون أو حاجة مقلقة، لأ، زي ما بيظن بعض الناس، لكن الحقيقة غير كده خالص. ده حاجة بشرية طبيعية وليها فوائد علمية ونفسية مثبتة. من الفوائد دي هي انك لما بتكلم نفسك بصوت عالي، ده بيجبر دماغك انه يعالج المعلومه مرتين، مره من خلال التفكير ومره من خلال السمع، وده بيساعدك جدا انك تحل المشاكل المعقده او المهام المعقده. وكمان بيساعدك لما تيجي تبحث عن حاجه معينه ضايعه منك، او مثلا تفكر في خطوه معينه في مهمه معينه مثلا. واحيانا الافكار في دماغنا بتبقى مشوشه او متداخله، فلما بنكلم نفسك بصوت عالي بتحس الافكار بدات تترتب، وبقت بتبدا مثلا كل حاجه تلاقي لها حل لو مشكله، تعرف ايه هي، يعني ايه الحاجه دي محتاجه ايه والحاجه دي محتاجه ايه، تعرف ترتبها. وكمان لما بتكلم نفسك بتحس ان الضغوطات اللي في دماغك بدات تتفرغ كده. هل جربت قبل كده انك تشرح مشكله لحد وفجاه لقيت الحل؟ ده بيتسمى بالرابر داكينج او تقنية المطاط، وهي انك لما كده كده بتجبر عقلك لما بتتكلم انك تصيغ الافكار بشكل متسلسل، فده بيساعد انك تلاقي حل للمشكلة اللي هي عندك يعني. وكمان بيساعد عقلك على اكتشاف الثغرات او التناقضات اللي هي اللي موجودة في المشكلة اللي انت بتحكيها يعني. نطق المعلومات بصوت عالي بيرسخها في دماغك اكتر من انك تسمعها او تقراها، لان ده بيخلي انت بتقولها فبتتحفظ في دماغك. وده السبب ان معظم الطلاب بيحبوا انهم يسمعوا كلمات الحاجات بصوت عالي. ازاي تستخدمه صح؟ ممكن بدل من انك تقعد تتمتم وخلاص كده، ممكن تقول لنفسك، تكلم نفسك بحاجات وتستخدمه كمحرك للانتاجية. ممكن تقول مثلا لنفسك: تمام، الخطوة الأولى هرتب الملفات، بعد كده هنتقل لكتابة التقرير. كده انت عملت خطة عمل مفهومة تمشي عليها، وده بيقلل من التسويف. لكن انت لما بتبقى ساكت وبتبقى مش عارف انت هتعمل ايه ورا ايه، بتلاقي نفسك بتسوف. لكن انت قلت انت هتعمل كذا، بعد كده هتعمل كذا، فانت عارف انت هتعمل ايه على طول دلوقتي، فهتلاقي نفسك بتقلل من التسويف. ومثلا لما تواجه مشكلة معينة ممكن تحكيها لأي شخص معاك في الأوضة أو حتى الكرسي. ممكن تقول: أنا عندي مشكلة في كذا، وفي حاجة معقدة في كذا، وبفكر في حل كذا. ده بيخلي المشكلة تطلع في حيز السمع، فبتبقى أسهل وبتبقى فاهمها إيه هي المشكلة. فبدل ما بتبقى قد كده في دماغك، بتبقى قد كده على انك طلعتها وعرفت ايه ايه المشكله بتاعتها، وعرفت انك بتفكر الحل لكذا كذا كذا. فهتبدا تفكر في حل لانك عارف ان انت محتاج الحل ده. لكن لو هي في دماغك انت هتحسها كبيره ومش عايز تفكر فيها، لانك لما بتطلع المشكله لحيز السمع عقلك بيكتشف الثغرات اسرع بكتير من انك لو قلت لو سبت المشكله في دماغك وما قلتهاش. الاشخاص الناجحين بيستخدموا الحديث الذاتي في انهم يعدلوا حالتهم المزاجيه. بدل ما يقول انا متوتر من الاجتماع ده، بيقول: انا هقدم افضل حاجه عندي ممكن اقدر اعملها. عشان انت لما بتطلع الايجابيات بتحس ان التوتر قل، والجهاز العصبي بيوصل له الكلام ده، فبيحس ان مفيش توتر ومفيش حاجه، مش يعني مفيش حاجه داعي للتوتر. فبتحس ان التوتر هدي، وبقيت حاسس حالتك المزاجيه احسن. هديك نماذج لاشخاص ناجحين بيعملوا كده. مثلا البرت اينشتاين معروف انه كان بيتكلم بكثره مع نفسه، وكان بيستخدم الحاجه دي كتير. كان بيتكلم مع نفسه اثناء التجارب الفيزيائيه. لما كان بيعمل تجارب فيزيائيه كان بيتكلم مع نفسه عشان يلاقي الحل وكده. فكان بيتكلم مع نفسه، يرسم سيناريوهات ويشوف ايه المشكله محتاجه ايه، كذا كذا كذا، ويبدا يحاول يحلها مع نفسه وهو بيتكلم مع نفسه كده. فده كان بيساعده كتير ان هو يحل المشاكل الفيزيائيه اللي عنده. وهو صرح وقال كده فعلا ان هو المشاكل الفيزيائيه كانت بتتحل بسبب ان هو كان بيتكلم مع نفسه وبيفكر في السيناريوهات بتاعتها. تاني مثال وهو ايلون ماسك اللي معانا كل فيديو. ايلون ماسك بيميل للتمتمة او انه يتكلم مع نفسه بصوت واطي اثناء المشاكل الهندسيه، وده بيخليه يتوقع المشاكل التقنيه قبل ما تحصل. تالت مثال وهو سيرينا ويليامز، دي تعتبر من اعظم لاعبين التنس في التاريخ. دي بقى كانت كل ما تعمل غلط في الماتش بتاعها وهي بتلعب، تروح ايه قايله لنفسها: انا مفيش مشكله ان انا غلطت، الكره الجايه هي بس اللي انا محتاج اجيبها، مش محتاج اجيب كره تانية. فكان في الحديث ده حديث ايجابي، كانت بتوجه نفسها كويس. فكانت ده كان بيساعدها كتير ان هي تستعيد تعمل ريسيت. دي كانت بتسميها عاده الريسيت. كانت بتعمل ريسيت بعد الغلط على طول وتروح مكمله الماتش، وكانت بتكسب في الاخر. الخلاصة في 6 سطور: الكلام مع نفسك مش جنون او مرض او كده، لا، ده في علماء كبار وناس ناجحين ورياضيين بيستخدموه عشان يحفزوا نفسهم ويقدروا ينجحوا.
وده مش لو انت استخدمته بذكاء هيساعدك جدا وممكن يتحول عندك لمهارة. لو استخدمته حولت التمتمة لكلام تحفيزي لنفسك او شرح خطة او كده، هتلاقي نفسك احسن، بتحس ان هو كويس وبقى مهارة عندك. وما تعتبروش جنون او كده، يعني لازم تعتبره ان هو مهارة حلوة جدا وهتساعدك كتير انك تبقى انجح وتبقى احسن. قبل ما ندخل على فقرة المقولة، حبيت أرشح لك كتاب قوة التفكير الإيجابي للدكتورة نورمان فرينست بيل. ده هيساعدك كتير إنك تعرف قوة التفكير الإيجابي وقوة إنك تكلم نفسك بصوت عالي. لو عايز تشتريه تقدر تشتريه من اللينك اللي تحت بخصم 5% من على أمازون بالكود ده. يلا بينا. فكرة المقولة ومقولة النهاردة العالم النفسي ليف كونسكي بيقول إن الطفل يتحدث بصوت عالي ليفكر، أما البالغ فيفكر في صمت ليتحدث. قصده إن الطفل بيتكلم بصوت عالي عشان يفكر، يعرف هيفكر في إيه، لكن البالغ أو الشخص الكبير بيفكر في صمت عشان يعرف هو هيقول إيه. يعني يفكر هو أنا أقول كذا كذا كذا، لكن الطفل بيتكلم عشان يعرف هو هيفكر في إيه. فده الفرق بينهم يعني. بس كان معاكم يوسف من كافي دوس، ومتنساش خليك دايما صاحب عقلك. سلام.